هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يا رب. جايبه لكم النهارده عطر تحفه. بصوا يا جماعه، من الحاجات بقى اللي انا بحبها، الحاجات المميزه، الحاجات اللي هي ليها شخصيه بقى وطله بقى وكده، فاهمين انتوا؟ العطر ده يا جماعه تحفه. تحفه مبدئيا، يعني قبل اي حاجه العطر ده تحفه. ريحته سويتي شجري مسكر، ساقع بارد، مثلجات. ريحته كده حاجة تشموه كده، فاهمين انتوا الإحساس ده؟ ريحته حاجة مسكرة باردة. فبجد مميز ولذيذ جدا، لذيذ قوي 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 قوي. ويعتبر كمان من العطور السكسي الأنثوية بجدارة. آه، يعني اروجوت بينك اللي انا كنت عملت عنه فيدباك قبل كده، ده كان مكتوب عليه انه ينفع للجنسين، لكن ده انثوي بس، هو فعلا انثوي بس. ريحته كده حاجة مسكرة ساقعة باردة، تحس ان انتي حاجة كده لذيذة قوي، ناعمة قوي. خطير يا جماعة، بجد انصح اي عروسة تجيبه. انصح اي ليدي كده تحب تبقى انثوية كده في نفسها كده ومدلعة نفسها، تجيبه بجد تحفة. كمان على فكرة ثباته جميل جدا. الشجري بتاعته او التسكيرة بتاعته مش بتموع نهائي. مش بتدوخ. لا، ريحته جماعة لذيذة بجد. وعلى فكرة الشجري الوحيد اللي انا حاسة انه ينفع شتوي وصيفي، يعني تحط في الاتنين مش هيزهقك. يعني في الصيف كمان السويتي والشجر اللي فيه ده مش هيزهقك ومش هيخنقك، بجد لذيذ وحلو جدا. مش دافي، مش من العطور الدافية، مش فانيليا دافية، دي فانيليا باردة منعشة لذيذة كده زي الايس كريم. حاجة بجد تحفة. والغزل البنات بقى والحاجات دي، عارفين؟ هو من مكونات العطر الباتشولي، البرجموت، الفانيلا، زهور البرتقال. زهور البرتقال، مش ريحة البرتقال، لا، زهور البرتقال. فحاجة بقى كده حمضية على شجري على فلوري، عاملالك تيست في الآخر رهيب، بجد رهيب. حبيته بجد ولذيذ جدا. كمان ثباته حلو وفوحانه كمان حلو. من العطور اللي هي الزهرة، ومن العطور اللي هي الأنثوية درجة أولى. بصوا، أنصح العرايس كلها بيه. بجد يا جماعة تحفة، ما شاء الله، جميل جدا. واعتقد الناس اللي مش بتحب الحاجات المسكرة هتحبه، اعتقد، لان هو كمان مش خانق. لا يا جماعة، لذيذ بجد قوي 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 قوي. ونادرا لما بيعجبني اصلا حاجة شجري كده مسكرة، نادرا. لا، ده عجبني جدا بجد. تحفة تحفة تحفة، وجربوه على ضمانتي. 10 من 10 ونجمة واكسلنت. استنوني ان شاء الله في فيدباك تاني، وباي باي.